انا هموت واعرف اخوك بيعرف اللي احنا بنفكر فيه ازاي. اسكتي، مش ماما قالت لي ان هو بيعرف اللي احنا بنفكر فيه من السماعه اللي هو لازقها في ودنه طول النهار دي؟ طب والسماعه دي يا اختي نلاقيها فين؟ ناخدها ازاي؟ عرفت، هو دلوقتي نايم وتلاقيه دلوقتي حاطط السماعه تحت المخده اللي هو نايم عليها. طب ما تيجي نقوم نجيبها. استنيها ايه؟ بس يلا. صباح يوم جديد بالسماعة، صباح يوم جديد بالسماعة، سماعتي. أخيرا سرقت السماعة السحرية من أخويا. طب ما لحظة واحدة، سكر قاعدة قدامي، ما أشوفها هي بتفكر في إيه دلوقتي. تريكة قاعدة تتنططي شبه الفار. انت عاوزة تروحي الحمام؟ ما الحمام قدامك يا بنتي، ما تروحي. سمعتي فين؟ كانت تحت مخدتي وانا نايم. حد فيكم خدها؟ اطلعوا بالسماعة دلوقتي. هاتي السماعة بقى وانت شطانة فيها من الصبح. خدي يا اختي. ما حدش اخد حاجة. وبعدين انا واختك سكر قاعدين بنتفرج على التلفزيون من الصبح ومحدش دخل اوضتك يا اخويا. ما شفناش حاجة، لا سماعة ولا بطيخ، محدش شاف حاجة خالص، قاعدين عادي. يعني متأكدين ان انتوا ما خدتوش السماعة؟ هعرف. عشان المخدة عليه. A few moments later. ينفع اللي اختك عملته فينا ده؟ معلش، ده انا عيني وجعتني لما غسلتها بالصابون. يبقى كده هي بدأت الحرب، وخلي بالك هي معاها السماعة كمان. يا بنت اللعيبة، يلا بينا.
صباح الخير ليا. النهارده اكيد هيبقى يوم حلو جدا طول ما انا معايا السماعه القمر دي. شو نهاري، انا ورايا درس كمان نص ساعه، بس انا مش خايفه، انا هفصل وان شاء الله هكون من الاوائل. ما اجهز بقى. اي نعم. يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ ولما رحت الدرس النهارده كل العيال بقوا يبصوا ويضحكوا وانا ماشيه وانا في وشي حاجه. وشك ساعة وشك اللي عليك. ايه؟ اه يا ولادين، بقى انتوا اللي عملتوا في وشي كده وخليتوني